اغلب الناس بتتعلم السواقه بطريقه غلط. تعالوا في الفيديو دوت اقول لكم ازاي نقدر نتحكم في العربيه ونعرف ابعادها بكل بساطه وبكل سهوله. حتى مدارس السواقه مش هتقول لكم المعلومات ديت، لان الموضوع بيبقى اصعب عليهم، فهم بيحاولوا يستسهلوا ويعلموك السواقه وخلاص. ولو مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه ما تنساش تعملوا متابعه عشان يوصلكم كل جديد ومزيد من النصايح والمعلومات. ايه بقى هي الفكره اللي تخليك تقدر تتحكم في العربيه؟ مش ان انا اتعلم اسوق. ناس كتير بتعرف تسوق لكن مش بتعرف تركب. اهم حاجه في السواقه لو اتعلمتها صح تلاقي نفسك اتحكمت كويس في العربيه، وهي ايه؟ انك تعرف تركن صح. يعني تعرف تركن جنب رصيف، جنب حيطه، ما بين عربيات في الباركنج اللي هي بالطريقه المتوازيه اللي ورا بعض. لما انا ادرب نفسي ان انا اقدر اتعلم اركن كويس جدا، هتلاقي نفسك بتتحكم في العربيه وانت ماشي في الطريق، وبتبقى فاهم ابعادها ومش قلقان من حاجه، وعارف تتحكم في العربيه كويس. ما تنسوش تتابعونا ولايك وشير عشان تفيد زمايلك.